السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو قالوا الصحفيين التونسيين على المباراة ديال المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. اكدوا بان المنتخب المغربي احترم بزاف كرواتيا وبقى راجع للوراء، واكدوا بان كاع المنتخبات اللي خرجت ولعبات الكره ربحات بحال المنتخب الياباني والسعودي، واكدوا بان المغرب عندهم المواهب وعندهم الرجال اللي باقيين غادي يقولوا الكلمه ديالهم في المباريات القادمه. فنخليكم مع شنو قال الاعلام التونسي. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركاش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ليش ما نبدا من الصباح من المغرب وكرواتيا؟ من الصباح اذا تكلمت ابى اتكلم صراحه عن المغرب. طيب. واللي قدم مستوى كبير جدا صراحه خصوصا الشوط الاول، ولكن اعتقد انه بعض العناصر اللي ما ظهرت مستواها مثل سفيان بوفال، مثل حكيم زياش، اصابه الظهير مزراوي وخروجه من المباراه. اعتقد الجهه اليسرى ما كانت في يومها، وبالتالي هنا يمكن نقول انه المنتخب المغربي ما وفق في هذه الجهه، بعكس الجهه اليمنى اللي كانت يعني شغاله بشكل جيد. وكل ما يتحرك ويخترق من الخلف من الاطراف حكيمي يكون في هناك خطوره على المنافس. طيب، لكن كابتن التعادل تعادل جيد بالنسبه للمغرب. تعادل جيد إذا قلنا أن المنتخب الكرواتي هو وصيف بطل العالم، يعني تلعب ضد وصيف بطل العالم ليس من السهل. نقطة قبل بداية المباراة هذه نقطة تعتبر جيدة. صحيح. لكن اللي شاهد المباراة كان بإمكان المغرب 3 نقاط. صحيح. لأن كرواتيا مستواها ليس مستوى كرواتيا في كأس العالم 2018. العديد من اللاعبين تقدموا في السن، هناك بعض اللاعبين مش في أحسن حالاتهم. المغرب كان أفضل أقل شيء في 80 دقيقة من المباراة، لكن عندي احساس هاني انه ما امنوش بحظوظهم انهم يفوزوا، فكروا انهم ما يخسروش المباراه. نقطه ممكن تكون جيده، ممكن اذا نجازف ممكن نقبل هدف ونخسر المباراه، يعني كانت هناك حسابات، لكن كان بامكان المنتخب المغربي اليوم يفوز. كذلك في نقطه اخرى ما ساعدتش للمغرب هو التغييرات. دخول الزلزولي اللي مفروض كان دخل على الجهه اليسرى بيصنع الفارق. انا التمست له العذر راهو، لان برشا ناس انتقدته كثير. لاعب سنه 20 سنه وحب يثبت وحب يبين، معناها مش سهله تدخل في هذه الظروف في كاس العالم. حمد الله ما خدش وقت طويل، يعني تقريبا لعب يعني ما نقدر نحكم عليه، ما تقدرش تحكم عليه. لكن في المجمل اداء بطولي، اداء رجولي. منتخب كان ند مع المنتخب الكرواتي وكان افضل وقت من الاوقات، وممكن هذه النقطه تفتح ابواب كبيره للمنتخب المغرب. وان شاء الله بحول الله اقل شيء يتوقع على حسب ما شاهدناه في الدور الاول نشاهدوا اقل شيء 3 منتخبات عربيه ان شاء الله في الدور الثاني. في نقطه مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المغربي، لانه هو بدا المباراه يضغط كذا ضغط منخفض، يعني يتراجع. ودائما اذا تراجعت انت يكون في فرصه كبيره للمنافس انه هو يبرز عليك. فبالتالي لما الشوط الثاني بدا يتقدم المنتخب المغربي شكل خطوره وانعكست الامور. فبالتالي انا اعتقد انه زي ما تفضل كابتن حسام، المنتخب المغربي صراحه كان جدير انه هو ياخذ 3 نقاط وخسرها صراحه. حتى لو كان يلعب مع وصيف بطل كاس العالم النسخه الماضيه المنتخب الكرواتي اللي قدم مستويات كبيره جدا 2018 في روسيا، الا انه نحن الان في الحاضر. طيب. المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة. يعني تابعنا هذه المباراة، نتيجة إيجابية مشرفة للعرب هذه المرة من خلال المغرب أمام كرواتيا، يعني تعادلت اليوم مع وصيفة بطل العالم. أسود الأطلس أثبتوا مرة جديدة أنهم بإمكانهم مقارعة كبار أوروبا. كيف رأيت هذه المباراة؟ أكثر من مشرف. نحن لو نقول مشرف يعني نستنقصوا من قيمة الفرق العربية اللي قدمت مردود ممتاز. معناها لعبنا على امكانياتنا، نقولوا لعبنا على امكانياتنا، وكان معنا صحيح عامل الجمهور عامل الارض بحكم في بلاد عربيه هو اللي اعطى دفع للاعبين السعوديين والتوانسه والمغاربه، لكن فما امكانيات مش بالصدفه يعني تقدم مردود. يعني فما فنيات، فما تحضير ذهني، فما تحضير بدني، يعني كل شيء كان موجود في المقابله. نرجع لمقابله اليوم، المقابله كانت متوازنه حقيقه الحال. ما شفناش فرص كثيره في الشوط الاول، يعني الا فرصه في اخر الشوط من كرواتيا، وكان تصدي ممتاز من بونو اللي كان معناه متالق في المباراه هذه. لكن كان في افضليه قليله، معناها ما فيش خطر كبير على المرمى من جهتين، لكن في افضليه
من ناحيه الحيويه، من ناحيه امتلاك الكره، من ناحيه الفنيات المنتخب المغربي. والمقابله كانت يعني متوازنه جدا، يعني كما كان ينجم يفوز المنتخب الكرواتي كما كان ينجم يفوز المنتخب المغربي. يعني كانت في يعني ثنائيات كبيره في وسط الميدان، يعني في وسط الميدان نتاع الفريقين ممتاز، فيه معناها مرابط أم الله وناحي من ناحيه المغرب، وكان في مودريتش بروزوفيتش وكوفازيفيتش اللي في المنتخب الكرواتي. ولهذا يعني معظم الثنائيات كانت في وسط الميدان، والمعركه وسط الميدان يعني وفات بالتعادل. كيف ما كان يعني ما هي ملاحظاتك يعني خبير في الكرة للخطة التكتيكية التي استخدمها اليوم المدرب وليد الركراكي؟ يعني لعب بطريقة 4-3-3، يعني زي في الهجوم كان فيه نصيري كرأس حربة، كان زياش على اليسار، وكان فيه بوفال على الجهة اليمنى. ولهذا يعني بوفال ما قدمش مردود ممتاز. زياش صحيح بداية المباراة كان جيد، لكن في الشوط الثاني يعني غاب، ما كانش حاسم بصراحة، ما كانش حاسم، ما شفنالوش فرص في الشوط الثاني. نصيري لاعب بوكس، لاعب ينتظر الأهداف، عنده لاعب الراس كويس، لكن كما قلت لك الفرص ما كانش فما فرص واضحة. يعني لو تقول لي فما في فرصة واضحة المنتخب المغربي ما نجمش نقول لك فرصة واضحة. صحيح كانت فما أفضلية في وسط الميدان في امتلاك الكره، لكن المغرب ما لعبتش على قوتها، نقاط القوه حكيمي لاعب جيد جدا، لاعب سريع، لاعب عنده امكانيات بدنيه، ما شفناش يهاجم. يعني كل مره حاول يهاجم الا وصنع اخطار كثير. ولهذا نتمنى من مدرب ان شاء الله وليد الركراكي في المقابله الجايه يزيد يعطي مساحه اكبر ويعطي حريه اكبر للحكيمي، خاطر هو نصور يعني هو اللاعب الاخطر في المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كانت نقصته السرعه في اخراج الكره، السرعه في طلب الكره في ظهر المدافعين. معناها يوسف النصيري صحيح لاعب طويل القامه، عنده لعب جيد بالراس، لكن ماهوش لاعب سريع اللي ينجم يقلب الكره في ظهر المدافعين وينجم يقلق المدافعين. بوفال اللي هو عكس النصيري، اللي هو لاعب ممتاز، لاعب فني جيد، لكن اليوم كان خارج الفورمه. إذا كابتن، إذا تعتقد أن لكي يكسب الرهان المغرب في المباريات المقبلة، خاصة وأن المغرب اليوم يقع في مجموعة سميت بمجموعة الموت، تضم يعني بلجيكا ثالثة الترتيب العالمي وكندا وكرواتيا وصيفة بطل العالم، إن كان المغرب يريد التأهل وكسب الرهان، تعتقد أنه المدرب عليه أن يغير من التكتيك الذي رأيناه اليوم؟ الدفاعين المغرب كانت ممتازة، الدفاعين المغرب ممتاز، لكن يعطي تعليمات ما نعرفش. يعني الفورمة البوفال كان خارج الفورمة، البوفال كان خارج الفورمة. وين شنو نعطي نصيحة، ما نجمش نقول شنو التكتيك اللي يجمع، لكن نقرا خاطر ما نعيش مع الفريق، ما نعرفش شكون يتدرب كويس، شكون في فورمة، شكون يعني في حاجات نجم نشوفهم كان الا ما تكون قريب من الفريق في وسط المجموعة. ولا لكن اللي نشوفهم نقاط قوه المنتخب المغربي ومن احسن اللاعبين ومن احسن الاظهره الايمن في العالم هو حكيمي. ما شفناش وزع توزيعتين وثلاث، متعود الحكيمي في فرق الكبرى اللي كان فيها في دورتموند ولا في باريس سان جيرمان، يعني كل كوره كل هجوم تلقاه صاعد ويعطي الاضافه، واللاعب اللي ياتي من الخلف هو اللاعب اللي يكون مخطر. ولهذا حكيمي بصراحه ما شفناش قدم كثير. ماذا عن حكيم زياش؟ كنت ذكرته منذ قليل، يعني بطبيعة الحال أيضا كل العيون كانت مركزة عليه، خاصة مع عودته إلى منتخب أسود الأطلس. هل يعني حسب تقييمك لهذه المباراة، هل قدم أفضل ما لديه؟ هل كسب الرهان في هذه المباراة؟ لا بصراحة كل واحد ورأيه. يعني حسب ما شفت في المباراة ما كانش حاسم، ما كان ينقص يكون حاسم. انت لاعب مهاجم لازم تصنع الفارق. اللاعب المهاجم يسجل اهداف، يا تعطي تمريره حاسمه وتعطي زميلك بيسجل اهداف. يعني ما شفناش، يعني ما اثرش في المباراه. يعني كي تقول لي انت شنو عدد الفرص اللي جابتهم المنتخب المغربي، معناها ما فيش كثير من الفرص. يعني لو ما فيش كثير من الفرص، يعني اللاعبين المهاجمين ما كانوش حاسمين. يعني بوفال ما كانش حاسم، النصيري ما كانش حاسم، وزيش ما كانش حاسم. ينجموا يفعلوا احسن. يمكن المباراة الجاية تنجم تأكد لنا يمكن كان في ضغط على زياش بحكم كان مستبعد من المنتخب طبعا. يعني راح خليل تزيدش المدرب يمكن علشان يرجع زياش. ولهذا ما نعرفش، يعني بعد البطولة نجم نقول لك هل كان تغيير المدرب جيد ولو اني انا مع المدرب الوطني، مع المدرب وليد الركراكي، خاصة وليد الركراكي صديقي ولعبنا معنا ضد بعض يعني
في مناسبات كبيره، وكان معناه ومدرب له مشروع كبير ان شاء الله في حتى المستقبل. يعني عليه اقبال من الشارع المغربي كله من اللاعبين والاداره. نعم. يوم الأحد المغرب سيواجه بلجيكا، مواجهة صعبة دون شك. هل ترى المغرب قادر أن يفوز على بلجيكا؟ قادر. يعني يتأهل للأدوار المقبلة؟ يتأهل لا، لكن يعمل خطوة كبيرة. متأهل إلا لما يلعب المقابلة الثالثة المنتخب الكندا. إن شاء الله القرعة ما أنصفت المغرب، لأنه مقابلة الكندا وما نعرفوش مقابلة الكندا ينجم يقولوا معناها هو الفريق السهل في المجموعة، ينجم يكون هو الفريق اللي باش يحدد مين باش يترشح الأول والثاني. ولهذا يعني الكرة يعني شفتوا معناها فما مفاجآت. المنتخب الألماني بكري فايز 1-0 وكان يفوز 2 و3 وبعدين يكمل المباراة خاسر. ولهذا الكرة فيها كثير من المفاجآت. ما تنجم تفوز في المباراة إلا ما تلعبها، إلا ما الحكم يعمل التصفيرة النهائية. شو نقول لك؟ يعني نقول لك المنتخب المغربي عنده الإمكانيات باش يفوز على المنتخب البلجيكي، لكن لازم يكون أكثر نجاعة لقدام في الهجوم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.